هي فين فرحة رمضان والزهوة بتاعت زمان؟ ليه في ناس بقى يدخل عليهم رمضان تلاقيهم فرحانين ومبسوطين، وناس تانية تحسها في الدوامة كده؟ بص، هو في البداية كل سنة وانتوا طيبين، بس أنا جاية أقولك إيه اللي بيحصل قبل دخول أصلا أي موسم كده، وتحس دايما إنه المناسبات تقيلة على قلبك. ليه بتحس إن انت كأنك داخل معركة بتقدم على شغل جديد؟ عايزين بقى نرجع الزهوة بتاعت زمان، زهوة رمضان، أيام الكنافة وبكار وبوجي وطمطم، الحاجات اللي احنا كنا كلنا بنحبها، كنا بنقعد مستنيينها بالساعات، الحاجات اللي احنا كنا بنعملها وكنا مبسوطين. دلوقتي احنا يدوب لو علقنا الزينة نقولك الاحتفالات بدأت. فين أغاني زمان والروح بتاعت زمان والحكايات أصلاً بتاعت زمان؟ هو ده اللي أنا هقوله لك شوية بشوية، وأقولك إزاي تتحكم في نفسك، إيه اللي أنت سبت نفسك فيه وإيه اللي أنت معرفتوش عن نفسك فجأة. بص، أكيد أنت حسيت إحساس أول يوم رمضان ده، اللي هو أنت قاعد مش شايف حاجة ومش سامع حد، مهبط، كسلان، نايم في السرير، ما تصحونيش غير على المدفع. اللي هو إحنا كنا زمان بنصحى كلنا مشغلين قهوية وليل وقاعدين مبسوطين مستنيين روايح الفطار ومشغلين التلفزيون، كل همنا إن إحنا نقعد نتفرج على البرامج والحاجات الحلوة، وبعد الفطار إننا ناكل القطايف والحلويات، اللي هو بنتخن عادي في رمضان ما بنخسش ولا حاجة. كل الإحساس ده راح مننا فجأة، وإحنا من كتر ما إحنا بقينا مش بنركز مع نفسنا ولا بنركز في الحاجات اللي حوالينا، بقينا بجد مش واخدين بالنا إن إحنا ضيعنا حاجات مننا. هنا بقى أنا جاية أقول لك إزاي تعرف ترجع سعادتك تاني، وتحس كمان بكل موقف وبكل حاجة بتحصل حواليك، اللي هو ترجع جواك روايح زمان. عارف الإحساس ده؟ بس طبعاً قبل ما أقول لك الحلول لازم أشرح لك إيه اللي بيحصل فيك جسدياً بيخليك أنت نفسياً مش قادر، وبالذات في المناسبات. لا، هو بالذات في رمضان. اللي بيحصل الأول في رمضان إن السكر بيقل في دمك، النسبة بتنزل جدا، وده بيخلي هرمون السعادة مهبط كده، مفيش حاجة بتحركه، ونقص الكافيين، كوباية القهوة اللذيذة دي اللي احنا محرومين منها، اللي هو بعد الفطار عايز تملى البانيو كده كافيين وتقعد تتنقع جوه البانيو عادي جدا. وطبعا نقص النيكوتين للناس اللي بتدخن. طب ايه تاني بيحصل؟ الجفاف، قلة شرب المية، ده بيخليك تحس بالإجهاد وإنك مهبط ومش قادر. فتخيل انت الثلاث عوامل دول عاملين ازاي. طبيعي تبقى قاعد مش عايز تبص على التلفزيون. لا، والأصعب على الإطلاق بقى طبعا لخبطة النوم اللي بنبقى فيها، الدوامة دي اللي احنا بنلاقي نفسنا جواها أصلا، اللي هو نايمين الفجر ونصحى طبعا على شغلنا الساعة 6-7 الصبح، فاللي هو احنا ما نمناش، فأي حد يكلمني في أي حاجة أقول له ها بتقول إيه، فأنت لا شايف ولا سامع، مهبط بس، كأنك قاعد كده عايز تشغل موبايل وهو 10%. طب نشحن الأول ممكن. وطبعا الضغط الزمني، أنا بجري أروح الشغل عشان أجري ألحق أعمل الفطار عشان أجري عندي مشاوير بعد الفطار، وعندي جدول عزومات مش عارف أراضي مين السنة دي وأروح لمين ومين ما أروحلوش. طب مين هيتعزم عندي؟ هنعمل إيه في العزومة الجاية؟ إيه؟ كل ده بيمثل عليك ضغط، بيخليك تحس شعور مختلف. طبعا انت احساسك ان انت بتعمل كل حاجة بضغط مستمر، ده بيستنزف طاقتك وبيخليك مش قادر. ده غير بقى عبء التوقعات، ان انت لازم تقعد في العزومة بتضحك ومبسوط وبتواكب المجتمع، ولازم ترغي، احنا لازم نرغي، اللي هو انا بعد الفطار عايزة امسك كوباية النسكافيه واقعد كده محدش يجي جنبي، بلاش حد يعدي لو سمحت، انا عايزة انبسط باللحظة اللي انا فيها.
كأنك بالظبط لابس هدوم الشتاء في الصيف، جاكيت تقيل في قلب الحر بتاع أغسطس. تخيل انت معايا الحر كده، تخيل انت زهقان ازاي، عايز تقلع الجاكيت. هو ده بالظبط اللي بيحصل. طبعا وحش الكون اللي بيستنزف طاقتنا السوشيال ميديا، اللي هو يجيبوا لك الزينة بقى والناس قاعدة بتاكل 200 صنف والناس مبسوطة وسعيدة، فتبقى انت قاعد باصص انا في حاجة فايتاني اكيد، هي الناس دي مبسوطة كده ليه؟ فخ المقارنة ده بيخلق جواك نوع من انواع عدم الرضا، لان انت بتشوف صور مش واقعية. هي الناس دي عايشة مبسوطة كده ازاي؟ هو اشمعنى انا اللي متضايق؟ اشمعنى انا اللي حزين؟ بتحس بقى دايما ان في حاجة غلط، فتبدأ تحس بالنقد من جواك وجلد الذات. ما اكيد انا اللي نكدي، الناس مبسوطة، اشمعنى انا؟ بس المشكلة ان السوشيال ميديا، وده طبعا موضوع اتكلمنا فيه كتير جدا، بتخلينا نشوف صور مش حقيقية، او احنا مش بنشوف الكواليس، احنا بنشوف الصورة النهائية اللي هي متزينة وشكلها حلو والناس واقفة فيها. بس الصورة الواقعية اكيد حاجة تانية، زي حياتنا كده، اللي هو شوية حلو وشوية وحش، اللي هو فيها كواليس. انت في الكواليس والصورة، لكن السوشيال ميديا ما فيهاش غير الصورة بس، اللقطة اللي بتتاخد وبس كده. طيب هو أنا طمنتك بكل الطرق، انت مش نكدي ولا حاجة، انت جهازك العصبي مضغوط من كل اللي حواليك. كل اللي انت ما عملتوش ان انت ما فهمتش ايه اللي بيحصل لك، لكن انت شخص طبيعي جدا زيك زي اي حد. الأحلى بقى ان انت مش لوحدك. طيب هو اللي اتعودت عليه ان انا ما اسيبهالكش مفتوحة كده واقول لك الحلول. طب خليني اقول لك حلول تعيش معاك العمر كله. اول حاجة انت لازم تعملها مع نفسك انك تقلل الكافيين تدريجي عشان ما تحسش بعدم وجوده بالنهار. طب وفي الفترة اللي احنا مش صايمين فيها، مية بقى، مية كتير عشان جسمك ما يبقاش فيه وضع الجفاف نهائي. احاول ان انا اشبع جسمي مية تماما عشان ما احسش بالاجهاد والتوتر اللي بحسه طول اليوم. بس كده لا، احاول اظبط نومي بقى، اخد الاوقات بتاعه النوم الكافيه بتاعتي، سواء بقى بالنهار سواء بالليل سواء بعد الفطار. المهم ان انا انام كويس جدا، واحاول ان انا اظبط نومي ان جسمي يبقى مستريح. وتقلل سوشيال ميديا، وكمان تقلل مسكة الموبايل، وما احضرش غير العزايم اللي انا عايزه اروحها، وما اتكلمش غير مع الناس اللي انا عايزه اتكلم معاهم، وبلاش اعزم الناس غير اللي انا بحبهم وعايزه ابقى معاهم. اللمه بتاعت رمضان دي عايزه نبقى مستريحين، ده احنا ممكن نبني عادات حلوه جدا. وانا هعمل لك سلسله فيديوهات لل30 يوم تخليك مبسوط ومرتاح. واكتب لي لو انت عايزه اتكلم عن حاجه في رمضان في الكومنتات. ولو ما تعرفنيش، انا كوتش مديحه بالمناسبه، وعشان تشوفني تاني فانت محتاج تعملي فولو وشير بقى كمان بالمرة. وبس كده، باي باي.